فيديو النهارده بقى مخصص لكل الكلبوبات والفانز بتوع ظافر العابدين. ظافر العابدين قبل ما يمثل كان لاعب كوره محترف في الترجي التونسي، لحد ما في يوم اتصاب واتبلغ ان هو مش هيعرف يلعب كوره تاني على الاقل لمده سنتين. فالراجل قرر ان هو يسافر فرنسا ويتعلم اي حاجه بدل قعدته خلال السنتين دول. اشتغل بقى مساعد مخرج شويه، واشتغل موديل اعلانات شويه، وهوب مره واحده قرر ان هو يسافر لندن ويتعلم تمثيل، وهوب جاله دور صغير في مسلسل دريم تيم مع توم هانكس. ولكنه بصراحه بقى تعرض لموقف محرج قوي في المسلسل ده. ظافر العابدين ساعتها كان لسه خاطب، وقرر بقى ان هو يعزم خطيبته على العرض الخاص في الفيلم انا ليا مشهدين بقى مع توم هانكس. قاعدين بيتفرجوا على الفيلم خلص وظافر ما طلعش. على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. عشان المخرج لقى الفيلم طول جدا فشال المشهدين في المونتاج. يعني اقسم بالله ما تمناش المنظر ده لألد اعدائي، عشان سبحان الله تلف الايام ويمثل مع توم هانكس تاني ولكن في دور اكبر، وتتحول مسيرته من لعيب كوره كان مستقبله هيضيع لمعشوق الكلبوبات.